السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. فيديو النهارده هجاوب على اكتر سؤال اتسالته: انت عملتي ايه في شعر هنا عشان يتفرد كده؟ هو كان كيرلي، ايه اللي خلاه بقى ليس؟ عملتي ايه؟ فانا هحكي لكم كل التفاصيل النهارده. استني واوريكم واحكي لكم عملت ايه. بس مبدئيا احنا عندنا ضيف او ضيفين، اتنين توأم اتنين توأم مختلفين. بس انا لا مش حامل. هو تفتكروا غلط. استنى هو تفتكروا غلط. لا انا مش حامل. بصوا، يوسف عيد ميلاده الشهر ده. فتنسي عيد ميلاده الشهر ده. بيعشق القطط، بيحب القطط جدا. انتوا عارفين انا كنت مربيه قطه مش وسابتني ومشت، فزعلت قوي عليها ودخلت في حاله نفسيه صعبه، وقلت خلاص انا توبه ان انا اجيب حيوان واتعلق بيه تاني. فعشان انا بصراحه لما بتعلق بحاجه وافتقدها بتعب جدا نفسيا، فقلت ايه، انا مش هجيب قطط تاني خلاص وتوبه. يوسف بقى بيشوف فيديوهات تربيه القطط، والشيخ مش عارفه مين قال ان القطط مش حرام، ومين مش عارفه مين قال ده بيجيبوا طاقه ايجابيه واللي بيشيلوا الطاقه وحاجات كده. المهم انتوا كل شويه يبعت لي فيديوهات على التيك توك عن القطط. يا ماما بصي القطط، يا ماما. كل شويه يكلمني في ذات الموضوع بقاله شهور، وانا اقول له لا، ده بيخلوا ريحه البيت مش عارفه ايه، لا دول عايزين تربيه ورعايه، ومين هينضف لهم ومين هيعمل لهم؟ يقول لي ماما انا هنضف لهم، انا هاكلهم. لا اسكت، ده انا هنيمهم جنبي. المهم فعيد ميلاده بقى، فهو قال لي بصي، فعاد الموضوع تاني. بصي هو عيد ميلاده مش عايز اي حاجه، مش عايزك تجيبي لي اي حاجه الا تجيبي لي قطه يا حبيبي. فايه، انا بروح للدكتور في محل حيوانات قريب ليه، فقلت له خلاص لو لقيت عنده هبقى اجيب لك. قال لي لا، عايز انا اروح وانا انقيها بنفسي، يعني يجيب حاجه هو حبيبها، هو اللي عايزها. وراح وسمعت كلام ابني، جاب الكيوت دي بيقول له، والتانية نايمة. اول ما رحنا المحل اختار دي الرصاص. استني تعالي كيوت، تعالي استنى اجيب بص يا كاميلا، انت يا سخنة انت. بص يا كلاس يا كلاس، لونها جري كده حلوة قوي. بص التانية، والتانية بيضة بس نايمة، مش عايزين نقلق منامها ونصحيها. بص انا سميتهم. نايمة وعينيها زرقاء. اسمها ايه؟ دي بسيوني، دي خلاص بقى ده بسيوني، ولد. واحنا قلنا بندق بقى. لا ده بسيوني، بسيوني، يلا ده بسيوني. ده بسيوني عنتر. وده مارشميلو. مارشميلو. انا قلت التاني ده يبقى مارشميلو، بس ده ولد، دي بنت، دي البنوته. فانا خليت دي مارشميلو، مع انها مش لاقي عليها اسم مارشميلو، مفيش مارشميلو باللون ده، بس يلا وخلينا ده بسيوني. ايه عايزة رايك؟ تخش عند اختك؟ المهم احنا رايحين نجيب قطة واحدة، رايحين ايه، نشتري قطة واحدة. لقينا قطتين فجبنا دي، ودي كانت اختها معاها. فيوسف يقول لي يا ماما هناخدها ونسيب اختها. يا قلبك الطيب يا ابني، يا قلبك الحنين يا ابني. وراح واخد الاتنين. في واحدة ثالثة. راح واخد الاتنين وجاب لي الاختين، ولد وبنت، هيقعدوا بقى عندنا. مين هيربيهم؟ مين هياكلهم؟ انا قلت هاخد البنوته انا. مين هينضف لهم؟ سامعين؟ خليكم شاهدين. لو ما حصلش ده كله هتلاقوني طالعه في فيديو بصيح ليوسف ان هو خلاني جبت قطط وما اهتمش بيهم. خد يا حبيبي، يلا نيمها جنب اختها، هي عايزه تنام. اروح احطهم بتدور عليها ايه؟ اروح احطهم فوق. روح حطهم مطرح ما تحطهم. هو ده فين؟ الله، نصورهم ازاي؟ جميل. انت اوريكم كمان الفيديو، قلت لهم فيديو صورهم كمان فيديو. اصلك اشتريتهم انا ويوسف، وبعدين يوسف طلع وانا رحت للدكتور عشان اعمل الجلسه، فانا لسه جايه بقى دلوقتي فما شفتش. قعدوا بقى يصوروا معاهم وياكلوهم. تلعب ببطه. دي البطه البلاستيك. بس عماله تلحس ايدي، شايفين؟ بيلعبوا مع بعض. انت حاطه فلتر ليه؟ ايه ده ايه ده؟ مش فلتر، ده البتاع جه كده بس.
احلى حاجه ان هم عمرهم صغير وكيوت كده. لما تجيبوا قطط هاتوها عمر صغير بحيث ان هي تاخد على البيت وتاخد عليكم وكده، يعني تتطبق على طبعكم يعني زي ما بيقولوا. المهم خلصنا موضوع القطط. انا عايزه ايه؟ جنى عايزه هامستر. هامستر، وفاضل اجيب قرد ونسناس. ايوه، واجيب ايه تاني؟ انا عايزه هامستر وحمار وحشي، يا واجيب إما- لكم اسد بالمره ونقلبها. يا اما كلب صغنون. عندي لا، كلب عاوز عند قطة صاحبتي، بردي بقى. كل ما اروح يقعد اول ما يشوفني يقعد يتنطط يحرك ديله. عاوز هو عشان بيتنطط ويتحرك ديله هتجيبوه لنا؟ بيحبني يا قوي ماما. ويجري عليا. ايوه حبيه عندهم هناك. ماشي قالت لي هاخده بس مش هينفع اجيب كلب، فانا قلت لها هاتي هامستر صغير على قدي. بس مش دي عارفه هو- ايه حبهم في الحيوانات ولادي. بس بيجيب حاجات كتير. طب القطط قلنا ماشي، عشان يوسف قلبه طيب ورقيق كده وجميل، طب ما الهامستر جميل. فبيحب القطط. يا ماما. ماشي الهامستر جميل. تعالي تعالي عشان نصور الفيديو يلا. البنات بقى اللي سألوني على شعر هنا ازاي بقى مفرود وما بقاش كيرلي وملولو زي الاول، هشرح لكم انا عملت ايه معاها ومعايا، واحنا الاتنين الحمد لله شعرنا ظبط الحمد لله الحمد لله. كام خطوه كده عملتها والله، وحاجات بسيطه قوي. هسيب لكم صوره لهنا للناس اللي ما شافتش يعني هنا قبل كده، هسيب لكم صوره ليها وهي شعرها كيرلي. تمام، تعالي هنا كده. بصوا اولا انا مش كويه، بصوا شعرها في تكسير اهو، فده مش شعر مكوي بقى ويفي. بصوا ده كمان عشان انا بقالي يومين بعمل لها كحكه، فالكحكه مخليه ايه الشعر ويفي كده شويه، لكن مش كيرلي. يعني شعرها كان بيبرم كله كله كله، خصوصا من قدام. بصوا بقى قدام، بصوا شعرها مفرود ازاي. بصوا لا سيبي، هي زعلانه عشان عايزه تمسك القط. بصوا شعرها مفرود ازاي، كل ده كان بيبقى كيرلي مبرم. بصوا اهو والله ما كويه اهو. بصوا الشعر مفرود ازاي ما شاء الله. وكمان احلى حاجه ان هي اصلا خصلة شعرها ناعمه، مش شعرها كان كيرلي وكان خشن اللي هو الافريقي، لا هي خصلة شعرها كانت ناعمه، فده اللي ساعدني ان هو ايه يتظبط ايه ويتفرد شويه، لان هو اصلا شعرها ناعم يعني من الاول. هو كان مشكلته موضوع الكيرلي. تمام، ادي هنا. انا كمان كنت نفس الحكايه بس مش شعري كله، كان البيبي هير اللي بيطلع هنا كان بيطلع كله مكسر وملولي وكده، مقصف يعني او مقصف زي ما بيقولوا، فكان شعري كله يبقى مفرود وملموم، ودول واقفين لي من هنا عاملين كده شبه الشوك والله، شبه الاريال، فكان بيخلي المنظر ايه مش حلو. يلا روحي خلاص هنا كده، المهمه انتهت. اضحكي ولا تعال خليها تضحك. نكمل الشرح، اضحكي لهم شويه ابتسم. تعالوا هحكي لكم مبدئيا اول حاجه عملتها وكانت جايه معايا والله العظيم صدفه. انا كنت شاريه المكوه دي اللي هي بتاعه تورنيدو، خلاص انا كنت شارياها من امازون اهي، وصورتها لكم قبل كده. المهم انا كنت شاريها ليا، وكمان سعرها كان رخيص، كانت ب1000 ونص، وعلى ما اعتقد لسه لحد دلوقتي على هذا السعر يعني في امازون. تمام، المهم هنا جت في يوم من المدرسه زعلانه، مالك يا هنا في ايه يا هنا؟ قالت لي الميس ما بتقوليش ان انت حلوه وانت جميله وشعرك حلو، وكانت زعلانه اليوم دوت وعماله تعيط. تمام، فقلت لها خلاص هكويلك شعرك وتروحي بكره ايه شعرك مفرود. هي كانت زعلانه ان ايه شعرها يعني مش مفرود، وان الميس بتتغزل في الولاد وما اتغزلتش فيها، فكانت متضايقه. فقلت لها خلاص ايه ما تزعليش هعمل لك شعرك، ورحت عامله لها شعرها بالمكوه دي. والله العظيم من بعدها وشعرها ما رجعش كيرلي تاني، مع شويه حاجات عملتها خلاص. بس فكره ان انا اعمل لها مكوه دي جت معايا كده صدفه، فانا كنت بخاف ان انا اعملها لها عشان هي طفله والحراره ممكن تبوظ شعرها، لكن بالعكس انا لما عملت لها من بعدها شعرها ما رجعش كيرلي تاني، مع اني عملته لها وشعرها لا كان فيه كريم ولا كان فيه زيت ولا كان فيه اي حاجه خالص خالص. المهم
الزيوت اللي انا بستخدمها انا وهنا وجنى، احنا التلاتة، واكتر زيت بقاله 3 سنين، صح؟ 3 سنين من يوم ما رحت العمرة. او اكتر كمان، بس 4 من سنين. زمان. المهم من 3 سنين لما سافرت العمرة فرحت دابر أملة ده، اشتريت منه دستة وانا في السعودية، خلاص، واستخدمته لشعري. والشعر هنا كانت هنا لسه صغيرة عن كده، كان عندها تقريبا بتاع سنة ونص ولا حاجة صغنونة. وجنى طول شعر جنى، وانا نفس الحكاية، وانا كان شعري بيقع من البروتين كنت عاملاه قبل كده، فالحمد لله شعري وقف تساقط عليه. دابر أملة اللي هو الأصلي ده، دابر أملة اللي هو الأصلي ده اهو. في ناس بتقول ريحته وحشة ولا مش حلو، والله احنا بالنسبة لنا ريحته مش وحشة خالص، حلوة مقبولة بالنسبة لنا، وخصوصا ان احنا مش بنحطه ونقعد بيه. احنا يعني انا ممكن احطه لهنا الصبح وبالليل اغسل لها شعرها، بحطه في الليلة اللي انا هغسل فيها شعري او شعر هنا. هو اساسا بيساعد عن ان الشعر بيبقى ناعم قوي. يعني انا لو حطيته فردته بس كده، حطيته على شعري بعدها غسلت شعري بعدها بفتره، الاقي شعري طري وناعم، يعني بيرطب الشعر بطريقه كويسه، وكمان بيطول الشعر بطريقه كتيره قوي يعني. خلاص، فانا بعمل ايه؟ بحطه منه على اطرافي وافضل اعمل في الفروه شعري كده، في الفروه عشان تتغذى منه، وفي الاخر خالص اروح دهنه على الشعر نفسه، خلاص. وبعد كده بسيب شعري طول اليوم، يعني مثلا ممكن اعمل الحركه دي الصبح، وطول اليوم قبل ما انام اروح غاسله بقى شعري. انا وهنا وجنى بنعمل نفس الحكايه، بس مش بندهنه ونسيبه يومين 3 على شعرنا، لا بنحطه يا الصبح ونغسل شعرنا بالليل، او نحطه من بالليل والصبح نغسل شعرنا، فاهمين؟ بس في العادي بنحطه مثلا الصبح ونغسل بالليل عشان ما زيتش بقى المخده وبهدل السرير وانام بيه، فاهمين؟ فانا بحطه وانا صاحيه. او اعمل خلاص، او ممكن تعملوه حمام زيت. حمام زيت، او بالظبط كنت لسه اقول لكم تحطيه وتحطي البونيه اللي بيطلع حراره ده، يا ده يا ده يا ده، خلاص. طيب انا جبته من السعوديه، وماما لما سافرت اخر مره وصيتها ان هي تجيب لي وهي جايه، لان كان اللي انا كنت جايباه خلاص خلص. فطيب انتوا تجيبوه منين؟ هاتوا اللي في الصيدليه اللي مكتوب عليه الاصلي وجربوه، ممكن يدي نتيجه. بس انا بصراحه ما جربتش اللي موجود في الصيدليه هنا في مصر، لكن ده اللي جبناه من السعوديه. دخلوه في الروتين بتاعكم، هيفرق معاكم جدا بصراحه. بصراحه حلو قوي، حلو قوي. حتى احنا كنا اليومين اللي فاتوا في فتح الله بنشتري زيوت، فالبنوته اللي كانت واقفه قالت لجنى على زيت اسمه هندي، هندي وجربيه وحلوه قوي وتحفه. قلت لها احنا بنستخدم زيت دابر أملة الاصلي اللي احنا جايبينه من السعوديه، بصراحه حلو معايا. قالت لي لا ده تحفه، ده كده لا، سيبي الهندي ده على جنب وخليكم في دابر أملة اللي انتوا بتستخدموه، والله العظيم. فاول حاجه ده اللي احنا بنستخدمه، ده العشق بتاعنا، خلاص، اللي هو الزيت ده. تاني حاجه بقى جربتها معايا انا وعجبتني قوي قوي وفرقت معايا جدا جدا جدا، الشامبو والبلسم دول. بصوا ده البلسم حتى خلصان، لسه شاريه ازازه من كام يوم اهو، ده البلسم وده الشامبو. الازازه دي سامعين نصها مليان. ليه؟ لان انا عرفت ان غلط ان انت تغسلي شعرك على طول بشامبو. يعني مثلا انا لو بغسل شعري كل يوم او كل يومين او كل 3، ما ينفعش كل مره احط شامبو. المفروض هستخدم الشامبو، صراحه انا كهبه بستخدمه مره في الشهر. ليه؟ لان انا ما بحطش دهانات في راسي، يعني مثلا مش من الشخصيات اللي بغسل شعري واطلع احط له كريم او زيت واقعد اسرحه، لا، انا بسرحها على الناشف، ولا بحط كريم ولا بحط سيرم ولا بحط زيت ولا بحط اي حاجه. هو اللي انا بحطه ده بحطه واغسله، مش بحطه واسيبه. ومع هنا نفس الحكايه، بس هنا عشان بتروح حضانه وبتخرج فببقى مش عايزه شعرها يقف من قدام او يهمش، فبضطر احط لها بيبي كريم مثلا، او احط لها بصوا ده جبت لها برمز حلو قوي 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 قوي، وبيدي لمعه جميله قوي. عندها شمع كده بيتحط من قدام، كان جاي لها هديه من السعوديه، اسمه ايه؟ الستيك اللي هو الصابونه، شمع ستيك او الصابونه مش عارفه. فبثبت لها كده من قدام،
لكن انا كهبه انا ما بحطش دهانات في راسي خالص خالص، لان انا شعري من النوع انا بحط له كريم او اي حاجه وتثبت فتره بيعمل قشره بيضايقني، فما بحبش. عشان كده بستخدم الشامبو مره واحده في الشهر. اي نوع انت بتستخدميه ايا كان نوع الشامبو اللي انت بتستخدميه غلط تستخدميه كذا مره في الشهر، عشان الشامبو بيبوظ الشعر بينشفه. والا بقى لو انت مش قادره تستغني عن الشامبو هاتي نوع طبي ما يكونش فيه مواد تضر الشعر. خلاص، فانا بستخدم ده مره في الشهر زي ما قلت لكم، لاني مش بحط ولا كريمات ولا زيوت، فبالتالي شعري مش بيتوسخ بسرعه. طيب بستخدم البلسم بقى على طول. يمكن البلسم بيخلص معايا كتير، يعني ممكن اجيب ازازتين في الشهر عشان بستخدمه انا وهنا. بستخدم بقى الشامبو زي ما قلت مره في الشهر لما احس ان خلاص شعري مش نظيف عايز يتغسل غسله حلوه. البلسم بحطه بسيبه على شعري شويه عقبال ما اخلص الحمى بقى جسمي وكده، بس بعدين ارجع للشعر تاني اشطفه شطفه حلوه من البلسم واحط اي حمام كريم. لحد دلوقتي انا ما استخدمتش حمام كريم معين، لا اي نوع بحسه كويس بستخدمه، ريحته كويسه انا بجرب، يعني كل مره بجرب حاجه لحد ما هثبت على نوع معين. خلاص هنا برضو نفس الحكايه، بس هنا بحاول ان انا شعرها على الاقل مرتين في الشهر اغسله لها بشامبو، عشان بستخدم لها زي ما قلت لكم كريمات ومثبتات وكريم ومش عارفه ايه والبالمز وكده، فبالتالي لما بتخرج وبترجع شعرها اكيد هيلم تراب. فمره اغسله بشامبو، مره اغسله ببلسم، مره اعمل لها حمام كريم وهكذا. لكن بصراحه المكوه دي من يوم ما استخدمتها لهنا وهي شعرها اتفرد، ومن ساعتها ما رجعش كيرلي تاني. والمكوه دي من المكاوي اللي بيقولوا عليها ان هي من احلى المكوه، يعني اللي بتستخدم للناس اللي بتعمل بروتين، لان حرارتها عاليه قوي، تحفه جدا. السيراميك بتاعها بصوا هي ذهبي كده من جوه بصراحه. وهم البيبي هير اللي عندي اللي كان ملولو وبيقف شبه الشوك كده، والله بقى زيه زي شعري، بقى نايم من ساعه ما استخدمتها. الحرارة بتاعتها بصراحة تحفة، من 480 لحد 980، فبصراحة جميلة، من احلى المكاوي اللي انا جربتها. وما عملتش الشعر هنا بيها على فكرة الا 3 مرات بالكتير قوي. المرة اللي انا حكيتها لكم دلوقتي، المرة التانية كان عندنا فرح، المرة التالتة كنا في العيد، فعملت لها شعرها بيها 3 مرات. وفي ال3 مرات بصراحة شعرها ما رجعش كيرلي تاني ابدا، وظبط الحمد لله زي ما قلت لكم بقى مع زيت دابر املة والشامبو والبلسم اللي انا قايله لكم عليهم دول. فانصحكم بيهم، انصحكم بالزيت ده بالذات اهو. جربوا اللي موجود في الصيدليه، ممكن يطلع برضو حلو، مش شرط يكون جاي من السعوديه، بس انا لما كنت في السعوديه ونصحوني بيه هناك جبته، فانا ما جربتش اللي هنا بصراحه. فانتوا ابقوا جربوا اللي هنا. لقيتوا اي حد مسافر السعوديه رايح يعمل عمره قريبكم وصوه يجيب لكم وهو جاي، ليكوا حد من هناك يجيب لكم برضو وهو جاي. ممكن تلاقوا مثلا لو حد بيبيعوا على النت اسالوا، ممكن تلاقوا حد بيبيعوا، الله اعلم. انا عن نفسي ربنا يكتب لي عمره مره تانية ان شاء الله واروح اجيبه. ان ما كانش كده اي حد من صحابي بقى، اي حد من صحابي في السعوديه وانتوا نازلين مصر، مش عايزه الا ده وهحاسب عليه، يعني شوفوا تقدروا تجيبولي وانا هحاسب عليه. من ضمن الفرشه اللي ريحت شعر هنا بتلم شعرها كويس جدا الفرشه دي اهي، فرشه رخيصه وب35 وب40 هتلاقوها، وده الحجم الصغير اهو، كنت لسه مسرحه لها بيها بصراحه جميله وبتلم الشعر قوي 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 قوي، وانا كمان بحبها. جبت فرش كتير وقليل، جبت 250 وام 300 وام 150، جبت كل انواع الفرش، الخشب والبلاستيك والشفافه والمش عارفه ايه، مفيش حاجه نفعت الا دي، فدي من افضل الفرش اللي نفعت معانا. بس فده فيديو النهارده اللي انتوا طلبتوه مني، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم بكره على خير. باي باي.